تعالوا نتكلم شوية عن أصل السعادة. هل هي شعور عابر أم حالة مؤقتة أم هدف بنحاول نوصل له ولا هي وسيلة أساسا للوصول للأهداف؟ هل حضراتكم بتشوفوا إن السعادة مصدرها خارجي في أشياء خارجية زي مثلا الزواج أو الأولاد أو الونس في العلاقات أو النجاح في العمل أو تحقيق الإنجازات أو الوصول للأهداف؟ وفي ناس بتشوفها امتلاك منزل الأحلام أو عربية موديل السنة، ولا بتشوفوا إن السعادة مصدرها داخلي وحالة إحنا اللي بنختار نعيشها، مش مرتبطة أبدا بظروف خارجية؟ لما تتواجد معاها السعادة، وطول ما هي مش موجودة يبقى ما فيش سعادة. الحقيقة إن كل اللي قلناه دلوقتي وأكتر مجرد اختيارات متاحة لينا زي المنيو كده، إحنا اللي بنختار فكرة منهم بوعي وانتباه مننا أو بدون ما ننتبه أساسا. بنختار نصدقها ونعيشها ونكمل حياتنا بيها، ويمكن على أساسها بنقيم جودة حياتنا. إيه اللي عايزين نقوله؟ عايزين نقول إن مفيش فكرة صح وفكرة غلط عن السعادة، ولكن في فكرة ممكن تساعدني أعيش بشكل أفضل، قلبي مليان رضا وبهجة وشعور بالوفرة والأمان، وفي أفكار تانية ممكن تعطلني تخليني في أغلب الأوقات في حالة ضيق وسخط وشكوى ومقارنة واحتياج وشعور بعدم القيمة والاستحقاق. اللعبة كلها في الانتباه. انتبه، اخد بالي لنوعية أفكاري المرتبطة بالنسبة لي بمعنى السعادة، وبعد ما انتبه هيكون عندي إدراك إيه الأفكار اللي معطلة سريان حياتي بالشكل اللي يرضيني، وأختار أغيرها واستبدلها بمعاني وأفكار تخدمني وتدعمني وتطمني. فاتفقنا إن انتباه، إدراك، ثم اختيار. بفكرك إنك أنت مصدر السعادة، كل ما تملى قلبك بيها هتتملي حياتك باللي يزودها ويأكدها ويديها لك بدون مجهود. وزي ما قال الكاتب والمتحدث الأمريكي الشهير ديل كارنيجي: السعادة قرار داخلي، لا مكان لها في الأوقات أو الأماكن، بل هي في طريقة تفكيرنا. دمتم ودامت قلوبكم مليئة بالسعادة والرضا، وأفكاركم مليانة بالإيجابية والأمل.